بيبدأ الفيلم في صيف سنة 1967 والرئيس جمال عبد الناصر بيجمع العالم العربي حواليه عشان يحارب الكيان المحتل، بس الكيان بيرد بصواريخ وطيارات فاجأت الجيش المصري ودمرت سلاح الطيران في ساعات معدودة، وسوريا والأردن بيحاولوا يساعدوا مصر وبيفتحوا 3 جبهات على إسرائيل، لكن إسرائيل قدرت تنتصر في 6 أيام بس، وقدرت إنها تحتل سيناء وهضبت الجولان والضفة الغربية والقدس الشرقية، وبعدها بدأت الدول العربية تخطط عشان تاخد طارها، وبنروح لمطار روما الدولي في 3 سبتمبر سنة 73. وساعتها بيوصل أشرف مروان جوز بنت الرئيس جمال عبد الناصر وبيقول لضابط الجوازات ان هو راجل دبلوماسي وممنوع حد يفتش شنطه، والضابط بيقول للرجاله بتوعه محدش يفتش الشنط وبيختم الباسبور بتاعه، واشرف بياخد الشنط بتاعته وبيخرج من المطار، وبعدها بيروح يقابل ناس في الجراج من غير ما حد يشوفه، وبنعرف ان هم بينقلوا قاذفات صواريخ عشان يضربوا بيها طياره، وبعدها بنسمع في المطار وهم بينادوا على الرحله رقم 136 اللي راحه تل ابيب، وبنشوف اشرف مع الناس اللي معاه بيجهزوا الصاروخ عشان يضربوا الطياره، واشرف بيبص في الساعه وبيقول لهم انه لازم يمشي، بس واحد منهم بيمسكه من ايده وبيقول له خليك معانا دلوقتي، فبيقول له ان هو لازم يمشي حالا لانه شخص دبلوماسي ولو حد شافه هيبقى فيه مشكله، فالراجل بيقول له وصل شكري للرئيس السادات وقول له اننا قريب هنشوف فلسطين حره، والطياره بتكون خارجه من المطار وهم بيجهزوا الصاروخ، وبنرجع قبلها ب3 سنين وبنشوف اشرف مروان راكب عربيته وبيروح لبيت السفير المصري في لندن سنه 1970، وبنشوف الرئيس جمال عبد الناصر في ضيافه السفير ومع النائب بتاعه انور السادات، وعبد الناصر بيكلم الناس اللي قاعده وبيقول لهم ان اهم حاجه عندهم ان الارض ترجع، وان المشكله مش في الكيان المحتل، المشكله الاكبر في الناس اللي بتدعمه، ومروان بيتدخل وبيقول ان المشكله الاكبر مش في الناس اللي بتدعمهم لكن في اننا لازم نعرف مين اللي بيدعمنا احنا، وعبد الناصر بيقلل منه وبيتريق على كلامه وبيقول له طالما انت فاهم قوي كده كلمنا بقى عن اللي بيدعمنا، ولا انت بتتكلم عن الاتحاد السوفيتي واحنا مش واخدين بالنا، واشرف بيعتذر له عشان اتدخل في الموضوع وبيقول له ان الموضوع كله مساله وقت والاتحاد السوفيتي هينهار، وجمال بيقول له ان السوفيت هم القوه الوحيده اللي تقدر توقف امريكا عند حدها، وبيفضل يتريق عليه قدام السفير ورجالته وبيضحكوا عليه، واشرف بيكون متضايق جدا بس مش قادر يتكلم، وبعدها بيسمع عبد الناصر وهو بيكلم بنته منى مرات اشرف وبيقول لها ان كلام اشرف وتصرفاته كلها غلط وان هو ندم انه وافق على الجوازه دي من الاول، وفي نفس الوقت بيكون في واحد تاني شايف اشرف من بعيد وبنعرف ان هو سامي شرف سكرتير جمال عبد الناصر، واشرف بيمشي بسرعه قبل ما المشكله تكبر اكتر وبيركب مع مراته العربيه وبيقول لها انه سمع كل حاجه وكان متضايق من ابوها، وبتحاول تهديه وبتقول له ان دي مش اول مره يتكلم عنه كده، فبيقول لها ان ابوها متمسك بفلسفه سياسيه قديمه عفى عنها الزمن، وتاني يوم بيروح يحضر محاضره في الجامعه اللي بيدرس فيها في لندن، والدكتور بيتكلم عن واحد كان عنده مزرعه وفشل انه يكبرها بس قدر بعدها انه يكون اكبر عميل مزدوج في التاريخ لانه كان مقتنع انه كده بيقدم الخير للبشريه، وان الراجل ده بيعتبروه دلوقتي واحد من اعظم ابطال الحرب العالميه الثانيه، وانه خد تكريم من المانيا ومن بريطانيا في نفس الوقت، واشرف بيركز في كلامه جدا، وبعدها صاحبه بيقول له يجي يسهر معاهم في كازينو، واشرف بيروح هناك بالليل وبيقابل صاحبه اللي بيساله اذا كان يعرف ممثله انجليزيه اسمها ديانا أليس، وبتيجي ديانا تسلم عليه وبتفتكر ان هو ابن الرئيس المصري، فاشرف بيقول لها ان هو جوز بنته، وبيفضل سهران ويرقص مع ديانا واصحابها، وبيرجع البيت متاخر ومراته بتبتدي تشك فيه، وتاني يوم لما بيصحى بتقول له انت كنت سهران مع مين امبارح، فبيقول لها ان هو كان مع اصحابه اللي في الجامعه، فمراته بتطلع ظرف وبتقول له ان سامي شرف هو اللي بعته، ولما بيفتحوا بيلاقي صور ليه وهو بيلعب قمار، وبتعرف ان هو رجع تاني للقمار وكان بيرقص مع الممثله ديانا أليس، وبيتعصب عليها وبيقول لها ازاي ابوكي يبعت سامي شرف عشان يتجسس عليا، وبيقول لها ان سامي عايز يخلي شكلي وحش قدام ابوكي، وبيعرف ان ابوها بيعمل كده علشان يرجعوا مصر تاني، فاشرف بيقول لها طب والجامعه والدراسه بتاعتي، فبتقول له قصدك القمار والرقص مع الممثله، وبتقول له ان ابويا هو اللي بيصرف على تعليمك وبتصرفاتك دي هتديله الحجه انه يطلقني منك، وان الحل الوحيد انه يبطل تصرفاته دي، وتاني يوم اشرف بيخرج وبيفضل يفكر في اللي حصل، وبيدخل كابين التليفون وبيفتح دليل التليفونات وبيتصل بالسفاره الاسرائيليه وبيقول لهم انه عايز السفير، فالموظف اللي بيرد عليه بيساله عن اسمه، فاشرف بيقول له انه هيقول على اسمه للسفير بس، لكن الموظف بيقول له ما ينفعش احولك للسفير من غير ما اعرف اسمك، فبيقول له ان اسمي اشرف مروان وعندي معلومات تهم الموساد بس مش هقولها غير للسفير، فالموظف بيقول له ان السفير مش موجود وتقدر تقول لي ايه هي المعلومات دي، بس اشرف بيقفل السكه وبيتعصب ويمشي، ولما بيرجع المحاضره تاني بيلاقي 2 شكلهم مريب جايين يدوروا عليه، وبيعرف ان هم تبع سامي شرف وبيروح معاهم، وبيكون مرعوب لحسن سامي يكون عارف انه اتصل بالسفاره الاسرائيليه، لكنه بيتصدم لما سامي بيبلغه ان الرئيس جمال عبد الناصر اتوفى، وبيرجعوا القاهره في سبتمبر سنه 70، وبنشوف الشعب المصري في جنازه عبد الناصر والشوارع مليانه، وفي الوقت ده بيتم تعيين النائب انور السادات رئيس للجمهوريه، واشرف كان موجود هناك وسابهم وطلع على مكتب سامي شرف، وسامي لمحه من بعيد وطلع وراه عشان يشوفه، ولما بيدخل المكتب بيلاقي المكان فاضي، واشرف بيكون مستخبي تحت المكتب وبيسمع
وبيسمع سكرتير سامي بينادي عليه وبيقول له ان الرئيس عايزه، وبيرجع اشرف تاني يدور في المكتب لحد ما بيلاقي ملف فيه معلومات مهمه جدا. وبعدها بيعملوا اجتماع عشان يناقشوا تحرير ارض سيناء، والسادات كان شايف من وجهه نظره ان الحل الدبلوماسي احسن من الحرب، وسامي شرف ورجاله عبد الناصر كانوا معترضين. وتاني يوم بيظهر في الاخبار ان هم قدموا استقالتهم، وفي الوقت ده اشرف بيستغل الفرصه وبيروح للسادات البيت، وبيطلع الملف اللي لقاه في مكتب سامي وفيه كل البلاوي اللي مراكز القوه بيعملوها من ورا السادات. والملف ده بيكون فيه فضايح عن رشاوي وفساد على اعلى المستويات. والسادات بيقول له انت وصلت للورق ده ازاي؟ فبيقول له ان هو كان بيدور على ورق يثبت حق مراته في الميراث، ولقى الملف ده وسط الورق بالصدفه وجه يسلمه. وبعدها السادات بيبعت يقبض على كل مراكز القوه اللي في البلد، وبيقرر ان هو يعين اشرف السكرتير الخاص لشؤون المعلومات. واشرف بعدها بيبقى ليه نفوذ كبير في البلد. وبنروح للندن في مايو سنه 71، وساعتها اشرف بيكون رجع لمراته وابنه في لندن، والمشاكل اللي بينهم بتكون خلصت. وفجاه بتجيله مكالمه في البيت وبيسمع فيها صوته لما كلم السفاره الاسرائيليه، وبيعتذروا له على التاخير في الرد وبيطلبوا مقابلته. واشرف بيكون مصدوم من اللي سمعه وبيخاف اكتر عشان عرفوا عنوان بيته. وتاني يوم بيقابل ضابط في الموساد اسمه داني، لكنه بيعرف نفسه لاشرف باسم اليكس، وبيروح معاه البيت ضابط في الموساد بس ما بيقولش اسمه. واشرف ما بيرضاش يتكلم عشان شاكك ان هم بيسجلوا كل حاجه في البيت، ومش بيرضى يتكلم غير لما بيقعدوا في مكان عام. وفي الاخر بيديهم ظرف عشان يثبت لهم حسن نيته. وكل الحاجات دي تمت، وبيكون في حد بيصوره من بعيد، وبنعرف ان هو كان متفق مع ديانا تصورهم. وديانا استغربت من اللي حصل وبتساله عن الناس اللي كان قاعد معاهم، فبيقول لها ان هم اصحابه اللي بيلعب معاهم قمار. وداني بيرجع للموساد مع الضابط التاني وبيسلم الملف لزمير رئيس الموساد، وبيقول له ان كل المعلومات اللي قالها اشرف طلعت مظبوطه. بس الضابط التاني بيقول ان هو مش مرتاح لاشرف، وداني ما بيكونش شاكك فيه وبيقول ان اشرف بتاع فلوس. بس زمير بيقتنع بكلام داني اكتر وبيخليه هو اللي يكمل مع اشرف، بشرط ان اشرف يفضل تحت المراقبه 24 ساعه عشان يتاكدوا من صدقه. وبيجي ميعاد المقابله التانيه، واشرف بيسال داني اذا كان الموساد وافق على العرض. فداني بيطلع شنطه فيها 20,000 دولار وبيسلمها لمروان تحت الترابيزه. وداني بيساله على الطريقه اللي هيبلغهم بيها لو مصر اعلنت الحرب. فاشرف بيقول له ان هو هيتصل بيهم بالتليفون ويبلغهم عن تسليم مواد كيماويه، ولو كان الموضوع خطير جدا هيستخدم كلمه بوتاسيوم. وبنرجع تاني لمصر في سجن تورا، وبنشوف ضابط من المخابرات المصريه جاي يقابل سامي شرف في السجن، وبيقعد مع سامي اللي قاعد بيشرب شاي ولا كانه في فندق. وسامي بيديله ورقه فيها معلومات عن اشرف مروان في لندن، وبيطلب من الضابط مراقبته وجمع معلومات عنه. واشرف بيكون ماشي في لندن وحاسس ان في حد بيراقبه. وبعدها اشرف بيروح يقابل داني، وداني بيقول له ان اسمه الحركي هيكون الملاك. واشرف بيكون عاجبه الاسم جدا، وبيقول لداني عيد ميلاد سعيد يا داني. وداني بيشوف الصور اللي جايبها اشرف، وبيكون فيها الشخص اللي نظم الهجمات على الرياضيين الاسرائيليين في دوره الالعاب الاولمبيه في ميونخ. واشرف بيقول له انه عارف ان اسرائيل بتدور على الراجل ده. فداني بيساله انت جبت المعلومات دي منين؟ فاشرف بيقول له من نفس المصدر اللي جبت منه اسمك الحقيقي. وبيقول له ان العلاقه بينهم لازم تكون مبنيه على الثقه. وبيعرفه ان هو عارف انهم بيراقبوه، وبيقول له ان الموضوع ده لازم يقف، وان جه الوقت اللي لازم يثقوا فيه زي ما وثق فيهم. وبعدها بنشوف اشرف وهو قاعد بيحكي لابنه حكايه الراعي اللي كل شويه يضحك على اهل قريته ويقول لهم ان الديب جه وهياكل الغنم، وبعدها بيضحك عليهم لما بيجوا عشان ينقذوه لكن مش بيلاقوا ديب ولا حاجه. وفي الاخر الديب بيهجم بجد، فبيصرخ وبيقول لهم ان الديب جه، بس محدش من اهل القريه بيصدقوا المره دي لانهم اتعودوا ان هو كذاب. والقصه بتاثر في اشرف جدا وبيفكر فيها. وبنروح للرئيس السادات اللي بيعمل اجتماع طارئ مع كل القوات، وبيتكلموا عن الاسلحه الجديده اللي دخلت الجيش. وفي نفس الوقت اشرف بيكون حاضر الاجتماع وعارف كل المعلومات. والجنرال الشاذلي بيقول لهم على توقيت الحرب وبيكون بعد اسبوع بالظبط. واشرف بيكلم السادات وبينصحه ان هو ما يستعجلش في الحرب. وضابط المخابرات اللي شغال مع سامي شرف بيكون باصص عليه. وبعدها اشرف بيقابل داني وبيبلغه ان مصر هتحارب بعد 4 ايام. فداني بيساله اذا كان متاكد من المعلومات دي. فاشرف بيقول له لو في اي تغيير هتلاقيني واقف هنا يوم الجمعه الجايه الساعه 7 بالليل. فداني بيقول له طب لو ما جيتش؟ فاشرف بيقول له يبقى هي الحرب يا صديقي. وبعدها اسرائيل بتعلن حاله الطوارئ وبتبعت الجيش لسيناء، وبيقولوا ان هم عملوا كده بعد ما الجيش المصري اتحرك قبلهم على الحدود. وداني بيكون واقف في نفس المكان عشان يشوف اشرف هيجي ولا لا، بس الساعه بتوصل 7 واشرف مش بيجي. وداني بيروح لزمير اللي بيقول لهم ان تجهيز الجيش واستدعاء قوات الاحتياط كلفهم ملايين الدولارات، وفي النهايه طلع مفيش حرب ولا حاجه. فداني بيقول له يمكن السادات رجع في كلامه. فزمير بيزعق له وبيقول له انه لازم بيبقى متاكد جدا من المعلومه قبل ما يبلغها. وبعدها اشرف بيوصل القاهره وبيقابل السادات. وبعدها بيرجع على لندن، ومنى مراته بتكون متضايقه منه وبتتخانق معاه تاني بسبب اختفائه المستمر طول الفتره اللي فاتت، وبتكون شاكه ان هو لسه بيقابل ديانا وبيخونها. ومنى بتروح تلم هدومها عشان ترجع على مصر مع ابنها. واشرف بيقول لها انه بيختفي لانه شغال في موضوع يخص الامن القومي وما يقدرش يحكي لها عنه. وسامي شرف بيقابل ضابط المخابرات اللي بيوري له صور داني، وبيقول له ان اشرف بيقابله وان اسمه اليكس وكان خارج من السفاره الاسرائيليه.
الاسرائيليه، وان ده دليل على ان اشرف مروان شغال مع الموساد. لكن سامي شرف بيقول له عايزين دليل اقوى من كده على الكلام الخطير اللي انت بتقوله ده. واشرف بيكون خارج بالليل وبيلاقي حد بيراقبه، فبيركب العربيه وبيقول للسواق يتحرك بسرعه. وبعد ما بيهرب منهم بيلاقي داني ظهر فجاه وهجم عليه وبيقول له انت كدبت علينا واديتنا معلومات غلط وده كلفنا كتير قوي، وان ده هدفك من اول ما اتصلت بالسفاره انك تلعب بينا. واشرف بيقول له دي مش حقيقه والمعلومات اللي اديتها لك كانت صحيحه، لكن السادات هو اللي غير رايه. وفي الاخر بيديله تحركات الجيش المصري في سيناء خلال الكام يوم اللي جايين، وبيقول له ان مصر تستعد للحرب. لكن داني بيزعله وبيقول له انت عايز تضحك عليا تاني. فاشرف بيقول له ان هو جايب المعلومات دي من الجنرال الشاذلي نفسه. وبعدها اشرف بيرجع القاهره وبيكون سايق وهو مبسوط ومشغل اسمهان ومروق على نفسه، وبيروح يقابل السادات في مكتبه وبيلاقي السكرتير جاي ينادي عليه وبيقول له ان في حد اتصل بيه مرتين وساب له رساله. فاشرف بيساله عن الرساله فبيقول له انها عن فشل تسليم مواد كيماويه، وصاحب الرساله بيقول له لازم ترجع تتصل بيه بس ما سابش اي نمره. والسادات بيساله عن علاقته بالمواد الكيماويه والكلام اللي قاله السكرتير، واشرف بيعمل نفسه مش فاهم حاجه وبيقول له انا ما اعرفش حاجه يمكن النمره غلط. وبيدخل الحمام يغسل وشه وهو مرعوب بعد ما الموساد قدر يوصل له في مكتب السادات، وبيكون خايف لحسن الرئيس نفسه يشك فيه. وبعدها بيرجع لندن وبتجيله رساله من داني اللي بيطلب يقابله حالا، لكن اشرف بيكون خايف يقابله لانه اخر مره قال لهم ان مصر هتحارب وما حاربتش، ودي كانت تاني مره يكذب عليهم. واشرف بيحس انه متراقب وبيحاول يهرب، لكنه بعدها بيقابل واحد من الموساد اللي بيقول له اركب العربيه، بس اشرف بيطلع يجري فبيجروا وراه وبيمسكوه وبيحطوه في شنطه العربيه وبياخدوه يقابل ضابط الموساد زميل داني اللي بيقول له دي تاني مره تكذب علينا بخصوص موضوع الحرب، وان احنا صرفنا فلوس ومجهود كتير في الهوا بسببك. فاشرف بيقول له انا بديكم معلومات صحيحه، لكن مش ذنبي ان السادات بيغير رايه كل شويه. لكن الضابط بيهدده بصور مراته وابنه وبيقول له ان هم ممكن يوصلوا لهم في اي وقت ويقتلوهم، وبيقول له دي اخر مره هسالك فيها مصر هتحارب ولا لا. فاشرف بيقول له ان مصر هتحارب اكيد لان السادات ما عندوش خيار تاني. بس الراجل اللي مع الضابط بيرفع المسدس على اشرف، فاشرف بيزعل الضابط وبيقول له لو عايزين تنقذوا اسرائيل وتحافظوا على ارواح جنودكم فالحل الوحيد هو انكم تعملوا محادثات سلميه مع مصر وترجعوا ارض سيناء من غير حرب. وبعدها بنشوف 3 مقنعين بيهجموا على منى وابنها وبيهددوها بالقتل. واحد منهم بيسالها على مكان الخزنه بتاعت جوزها، فبتقول لهم ان جوزها ما عندوش خزنه اصلا، وبيفضلوا يدوروا في البيت وبيخرجوا بعد ما بيلاقوا البيت فاضي، وطلبوا منها ان هي ما تقولش لحد على اللي حصل لو عايزه تعيش. واشرف بيعرف اللي حصل وبيروح لداني في الوقت اللي كان فيه موجود مع مراته وبنته وبيتخانق معاه وبيهدده ان هو كمان يقدر يأذي عيلته. وداني بيقول له انه ما يعرفش هو بيتكلم عن ايه بالظبط. واشرف بيخلي منى هي وابنها يروحوا على سويسرا لانه يعرف ناس في جنيف يقدروا يحموهم. وبعدها بنشوف ضابط المخابرات المصريه بيرجع تاني لسامي، وبنعرف ان هم اللي بعتوا الرجاله على بيت اشرف وهم اللي هجموا على مراته عشان كانوا عايزين يدوروا على اي حاجه تثبت تورط اشرف مع الموساد. وبنشوف خبر سقوط طياره ركاب ليبيه ضربتها اسرائيل بالخطا ووقعت في سيناء، واسرائيل بتبرر اللي حصل وبتقول ان الطياره دخلت في عاصفه رمليه فما قدروش يميزوا انها طياره مدنيه. والقذافي بيقول لهم ان هو هيرد عليهم رد قاسي ومش هيسكت. وبنرجع لاول مشهد لما اشرف كان موجود مع الرجاله في المطار وبيحضروا قاذفه الصواريخ عشان يضربوا طياره الركاب الاسرائيليه. وقبلها القذافي كان طلب من السادات يساعده، بس السادات رفض لان القذافي عايز يضرب طياره مدنيه اسرائيليه كنوع من الانتقام. والسادات بيقول اذا كانت اسرائيل بتضرب المدنيين فاحنا مش زيهم، وان احنا لو عملنا كده هيبقى قتل متعمد مش بالخطا زي ما اسرائيل عملت. واشرف بيقترح ان هو ممكن يساعدهم بشكل سري من غير ما حد يجيب سيرته. وبنعرف ان اشرف هو اللي نقل لهم السلاح لما نزل المطار، بس بيكون نزع قطعه من قاذفه الصواريخ عشان ما تشتغلش، وبيتفق مع ضابط مخابرات ايطالي اللي بيجي وبيقبض على اللي كانوا معاه. وبكده يبقى هم ادوا القذافي المساعده اللي هو عايزها وفي نفس الوقت ما ضربوش الطياره المدنيه. وبعدها بيجي يوم 4 اكتوبر قبل الحرب بيومين، واشرف بيتصل بديانا في البيت وبيطلب منها خدمه. وبعدها بيكلم داني اللي بيشكره عشان انقذ الطياره بتاعت روما. فاشرف بيقول له يا ريت موضوع الطياره ده يرجع الثقه بيننا، وبيقول له ان في شحنه مواد كيماويه جايه وفيها كميه كبيره جدا من البوتاسيوم، وانه لازم يقابل مدير الموساد شخصيا بكره في لندن الساعه 10 بالليل. وداني بيكلم زمير وبيقول له على اللي حصل، فزمير بيقول له تاني الراجل ده بيشتغلنا ولازم ما نسمعش كلامه. فداني بيقول له ان اشرف المره دي قال بوتاسيوم ودي اول مره يقولها، ودي الكلمه اللي متفقين عليها لما يكون الامر خطير جدا. وبيسال زمير عن قراره النهائي اذا كانوا هيوقفوا التعاون مع اشرف ولا زمير هياخد اول طياره على لندن. واشرف بيوصل لندن وبيقابل ديانا في المطار، وبيعرف ان في حد بيراقبه فبيروح على بيت ديانا وبيعمل نفسه انه معاها علشان اللي بيراقبوه تحت يعرفوا ان هو بيجي لندن عشان يقابل ديانا مش اكتر. وبعدها اشرف بينزل من الباب الوراني من غير ما حد يشوفه وبيروح يقابل زمير وداني وبيقول لهم ان الحرب هتبقى بكره الساعه 6 بالليل بتوقيت مصر. فزمير بيقول له وايه اللي يخلينا نصدقك المره دي وانت كدبت علينا في موضوع الحرب ده مرتين قبل كده؟ فبيقول له عشان انت لو ما صدقتنيش في ناس كتير قوي هتموت من ناحيتين. فزمير بيقول له بكره يوم كيبور، ولو بعت للجيش انه يستعد للحرب في
اليوم ده بالذات وفي الاخر الحرب ما حصلتش زي كل مره، فده هيكون موضوع خطير جدا، وساعتها هيبقى الثمن حياتك. واشرف بياخد منهم الفلوس ثمن المعلومات وبيمشي، وزمير بيروح يبعت رساله عشان يبلغ القياده. وبنرجع فلاش باك لليوم اللي اشرف نصح السادات فيه انه ما يستعجلش في الحرب، وبنعرف ان هو اللي نصح السادات بخطه الخداع الاستراتيجي عشان الهجوم على اسرائيل يكون مفاجئ، والسادات بينفذها فعلا. وفي يوم 6 اكتوبر الجيش المصري والسوري بيهجموا على الكيان المحتل الساعه 2 الظهر، وبنعرف ان اشرف كان مخطط ان هو يضعف اسرائيل بس من غير ما يدمرها عشان يجبرها انها تتفاوض وتسيب سيناء وينتهي سفك الدماء اللي بين الطرفين، لان اشرف شايف ان الحرب عمل قذر وان مفيش افضل من السلام. وبعد 3 اسابيع بيحصل وقف الاطلاق النار والحرب بتقف، وبعدها ب4 سنين بنشوف اشرف وهو قاعد بيتفرج على خطاب السادات في الكنيست، وبيشوف الرساله اللي جات له من مراته واللي بتطلب فيها منه الطلاق بعد ما اتبعت لها صورته وهو مع ديانا. واشرف بيكون متضايق جدا وبيبكي عشان مش هيقدر يقول لها الحقيقه. وبنشوف السادات في التلفزيون بعد توقيع اتفاقيه كامب ديفيد، وبنعرف انه بعدها خد جائزه نوبل للسلام. وبنروح لسنه 1983 في لندن، وبنشوف اشرف ماشي مع داني، واشرف بيقول له ان سامي شرف هو اللي بعت الصور لمنى، وان هو ومنى اتفقوا على الانفصال من غير طلاق. وداني بيدي هديه لاشرف، واشرف لما بيفتحها بيلاقي الكتاب اللي فيه قصه الولد اللي بيكذب مرتين على اهل قريته وبيقول لهم ان الديب هجم عليه، وفي المره الثالثه لما الديب بيهجم محدش بيصدقه. وداني بيبص له وبيقول له انت شاطر جدا على فكره. واشرف بيقول له انا وانت قدمنا خدمات كبيره لبلدنا. وفي الاخر اشرف بيسلم عليه وبيمشي. وفي سنه 2007 بيموت اشرف مروان بطريقه غامضه، ومحدش بيبقى عارف اذا كان موته ده نتيجه لحادثه ولا اغتيال مدبر. وبكده انتهى الفيلم. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتشوف باقي الملخصات، واكتبوا لنا في الكومنتات ايه الافلام اللي تحبوا تشوفوا الملخصات بتاعتها. سلام.